بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه. النهارده ان شاء الله هوريكم طريقه تركيب الليد بروفايل في اوضه الدريسنج اللي هي غرفه الملابس، وهنشوف زي ما انتم شايفين، هنشوف مع بعض طريقه التركيب والتثبيت بتاعته عن قبل وبعد. يلا بينا نشوف طريقه التركيب ونرجع لكم بعد انتهاء الفينش ان شاء الله. زي ما انتم شايفين دي كده غرفة الدريسنج، غرفة الملابس بالشكل ده اهو. زي ما انتم شايفين احنا هنقطع الاعواد البروفايل على المقاسات بتاعتنا، وهنلزقها باللي هو السبراي دهوت. اوريكم طريقة التثبيت. ديت مادة صمغية بنحطها على الخشب، وبعد كده بنرش العمود البروفايل الألمونيا، بنرشه بمادة الاسبراي على اساس ان هو يمسك في الخشب ويبقى صلب. يلا بينا نشوف طريقة التركيب. دلوقتي انا هوريكم الشكل، وبعد كده هوريكم الشكل النهائي الفينش ان شاء الله للليد البروفايل. ده شكل الليد زي ما انتم شايفين محطوط اهو. زي ما انتم شايفين اهو، يعني يجي على الجنب التاني زي ما انتم شايفين. وصل للآخر. هنشوف طريقة تجميعه. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا كده ركبنا الليد اهو. لسه متقفلش الوش بتاعه. تمام كده زي ما انتم شايفين اهو. هنشوف دلوقتي طريقة التركيب. هنشوف دلوقتي طريقة التركيب اهو زي ما انتم شايفين كده.
زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين اهو كده احنا خلصنا. زي ما انتم شايفين برضو الجنب التاني اهو. برضه عاوز اوضح حاجة، ان الفينش عندي الاضاءة من فوق لغاية الاسفل تحت كله متقفل، مفيش حاجة باينة. والحمد لله كده احنا انتهينا من شغل الدريسنج، توفيق من ربنا الحمد لله. ويا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل اعجاب واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، مع تحيات اخوكم محمود المصري.